ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بقى النهارده فيديو صغير قوي كده، لان كنت طول النهار عند الدكتور برضو بتاع السنان. كان ميعادنا النهارده زي ما قلت لكم، احنا لما بنروح يعتبر من العصر للساعه 8 9 10. النهارده جاي متاخر، يعني يا دوبك دخلت عما غيرت المكه وما اعرفش، قريت الساعه بقت 10. فكنت انا قبل ما امشي ولحت على شويه الرز وشويه الكفته دول قبل ما امشي، قلت اما اجي ابقى اجيب لهم شيبسي ولا حاجه وخلاص. وعملت لهم صينيه كيكه كده وخلاص. فقلت خلاص اوريهم لكم، والله ما كنت هنزلهم، بس قلت خلاص شوفوا اليوم بتاعنا ماشي ازاي وخلاص. عملت لهم شويه رز اصفر كده، شوحت البصله زي ما انتم متعودين معايا، وحطيت لها قرن فلفل، والمره دي حطيت لها جزره كده مبشوره. هي نص بس كده، نص جزره مبشوره، نص بس جزره او ربع جزره ابشرها كده، ما تكتريش قوي عشان بس الحاجه ما تسكرش معاكي. لو انت عامله كميه ابشر الجزره كلها. انا بس عامله تقريبا كوبايتين ونص رز، مش اكتر، يعني حوالي نص كيلو، على حسب بقى الكميه اللي انت بتعمليها. شوحيهم بقى كده وحطي البهارات اللي انت بتحبيها. انا حطيت بهارات كبسه وكركم عشان بس يبقى لونه اصفر. لو عندك لون زعفران حطي، وما تحطيش كركم لو انت مش بتحبي طعمه. لو بتحبي تحطي مرقه دجاج حطيها برضو في المرحله دي، تتشوح معاها شويه. هو كده كده بيبقى مبهر، فبيبقى بيحب البهارات يعني عادي. ادوهم بقى تشويحه كده مع بعض، تحس ان الجزر بدا يدبل، الفلفل بدا يدبل مش قوي يعني. يبدا بس حاجه بسيطه كده، شوحيهم بس كده تشويحه حلوه، وانزلي عليهم بالرز. تكون غسلاه كده ومصفياه، يعني اغسليه وصفيه واركنيه جنبك كده، علشان انت مش هتحمري حاجه فمش هياخد معاكي وقت. عشان ما تسيبيش الحاجه دي وتروحي تغسليه فتتحرق منك او تدبل بزياده منك، لا. اغسليه كده وصفيه وحطيه قلبيه بقى معاهم كده. انا كنت حسيت ان اللون تقريبا باهت شويه، لان انا ما كنتش حاطه النهارده لون زعفران، فحطيت له يعني. هو كل اللي انا حاطاه ده يعتبر يعني قد معلقه كركم صغيره كده. فانت ما تكتريش منه بس من الكركم عشان ما يمررش معاكي. لو بتضايقي من طعمه بقى زي ما بقول لك حط الزعفران، هتحط على الكميه دي قد ربع معلقه صغيره، اقل كمان من ربع المعلقه، على حسب الزعفران. احنا بنجيب البودره بتاعه الزعفران، يعني مش الزعفران الاصل، لان الزعفران الاصل طبعا غالي قوي، بيتباع بالجرام. فانت بتجيبي ب 20 جنيه مثلا بودره زعفران او حاجه، هتقعد معاكي شويه، لان انت بتحطي زي ما بقول لك حبه صغيره قوي على طرف المعلقه. ماشي يا كوكو. بس كده حطيته بقى، غليت له الميه وسقيت بيه الميه، ولما هيغلي برضو هوطي عليه. لما يغلي برضو هوطي عليه لما يتشرب كده. ولما اتشرب ميته بقى وطيت عليه، واروح بقى اولع على شويه الكفته. قلت برضو خلاص هعملها، ولما اجي ابقى اسخنها وخلاص، عشان مش ضامنه اجي امتى، ولا بتبقى جايه عايزه تنام. حطيت معلقتين سمنه كده، حسيت ان هم اكتر، شلتهم، شلت يعني حبه منهم ورجعتها تاني كده زي ما انت شفت. وكان انا لقيت بقى، انا ما كنتش عارفه انا هعمل إيه. انا بفتح الفريزر اشوف هعمل غدا ايه، لقيت عندي الكام صبع دولت متصبعين، كنت حطاهم في علبه وكنت ناسيهم في التلاجة، بقى لهم يجي شهر وانا كنت ناسيهم خالص. حطيتهم بقى كده، هي بتطشطش كده طبعا لان هي الكفته متلجه ونازله على سمنه سخنه. حطيتهم كده، وبعد ما قلبتهم واعملهم كفته، العيال جم قالوا لي يا ماما احنا عايزينها بالبصل والفلفل والطماطم، زي انا كنت عاملاها لهم مره قبل كده بالبصل والطماطم والفلفل. فقالوا لي لا خلاص اعملها لنا. كنت عاملاها لهم اللي هي الكور اللي زي داوود باشا كده. فخلاص قلت لهم طب خلاص اكسر دي كانها داوود باشا. بعد ما قلبتها كده وخلاص وكنت هعملها كفته، قالوا لي لا خلاص اعملها لنا. فكسرتها بقى على اساس انها لحمه مفرومه او داوود باشا او كده، وحطيت لهم عليها طماطميه وبصلايه وقرن فلفل وكده. قلت اي حاجه مش مشكله عشان يرضوا ياكلوها وخلاص. رحت انا بقى ساعه ما كده زي ما بقول لك، انا قطعت الطماطم والفلفل والبصله في الوقت ده كده. كل ده كنت قبل ما اروح للدكتور، انا كل ده بنبقى يعني قاعدين مستنيين بس لما رماس ترجع من المدرسه، علشان نروح. رماس بتيجي على الساعه 3:30 4 حاجه زي كده. فكل ده بقى كنت ولعت عليها روقت الشقه وما اعرفش ايه، وغسلت مواعيني وخلصت كل حاجه قبل ما امشي. قلت عشان لما اجي اسخن وخلاص وياكلوها وخلاص، ما يبقاش ورانا حاجه. قلت خلاص يبقى يجيبوا كيس شيبسي معاه وخلاص. ما كنتش فاضيه بقى، عندي بطاطس وكده بس ما كنتش فاضيه. زي ما بقول لك بقى كسرتها لهم كده تاني لما قالوا لي هات التانية يا سوس. كسرتها لهم كده زي ما قالوا لي وعملتها لهم بقى. ما كنتش فاضيه صراحه بقى اقلي شيبسي ولا حاجه. قلت خلاص اقلي بطاطس ولا حاجه. قلت خلاص يبقى نجيب كيس شيبسي ولا حاجه وخلاص. كده كده كان هما متغديين قبل ما يروحوا. كنت غديت ريتال، جبت لها قطعه مكرونه بشاميل من اللي كانت باقيه امبارح. ولما رماس جت خلتها تاكل شويه، لان ساعات لما بتبقى عامله درسها مش بتعرف تاكل. هي رماس ريتال خلصت، بس رماس اللي كان لسه لها جلسه النهارده ليزر او حاجه زي كده مش عارفه ايه. فاكلتها برضو شويه قبل ما تمشي، بحيث لما تيجي لو ما عرفتش تاكل مش مشكله. لما جيت بقى غرفت الاكل، سخنت بقى الكفته دي تاني، وغرفت الرز وسخنت لهم قطعه المكرونه اللي كانت باقيه. ريتال كانت نامت ما كلتش. كلنا احنا بقى وخلاص، وقعدوا جابوا كيس شيبسي. وانا بحط الاكل هنا كانوا بيجيبوه، حطيت لهم بقى كده وخلاص. واللي كان حبه كان، والله برضو ما كانوش قوي، لان بقول لك ساعه سنانهم دي ريتال رماس ما بتاكلش قوي. وانا معدتي كانت وجعاني شويه ما بروح عند دكاتره وكده والبنج والحاجات دي معدتي بتوجعني شويه. فما اكلتش بقى معاهم قوي، كل واحد كل معلقتين كده وخلاص مش مشكله. قلت خلاص ابقى اسخن لهم الاكل يتغدوا بيه بكره لما يجوا من المدرسه، على ما أبقى اعمل لهم الغدا. كنت عملت لهم بقى صينيه كيكه زي اللي احنا كنا عاملينها بالظبط، زي الجاتوشة، بس عاملاها بقى عادي، كيكه عاديه عاليه. المقادير بتاعتها كانت كوبايتين دقيق. انا ما صورتلكوش لان انا كنت لسه عاملاها معاكم. كانت كوبايتين دقيق، وبحط في الاول في الخلاط بتحط كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص لبن وكوبايه زيت، تضربهم مع بعض مع الفانيليا، وتاخدي منهم كوبايه، وبعدين تحط عليهم بيضتين وبقيه
الفانيليا، وحط في الطبق كوبايتين دقيق وكيس كيك شيف، وتقلبه كله على بعضه وتدخليه الفرن. انا بس ما رضيتش اقول لك المقادير تاني لان احنا كنا لسه عاملين. حطيتها بقى في الفرن، ولما طلعت سقيتها الصوص ده وزيناها بقى انت باي حاجه، مش عايزه تزينها عادي. كان عندي حته شوكولاته بيضاء حطيتها لهم، فارماسيلا، شوكليت شيبس، اي حاجه عندك حطيها، مش عندك هي بتبقى حلوه اساسا بالصوص، بس عشان عندي يعني انا بحطها لهم. بس لو انت عايزه الطريقه بتاعتها، انا كنت لسه عاملاها في وصفه جاتو شاتو من كام يوم بس كده، هتلاقيها عندك. انا كنت هناك كنت عاملاها طبقه قليله، كنت عاملاها طويله كده زي الجاتو، هنا كنت عاملاها لهم مربعات عادي زي الكيكه العاديه. جربيها بقى وبألف هنا، لو عايزه الطريقه روح هتلاقيها ان شاء الله في الوصفه عندك.